قصتي مع ماما اللي استغلتني وحرمتني من الزواج بسبب الطمع. هاد القصة اللي غادي تسمعوا اليوم هي قصة واقعية، ومني ولينا كنسمعوا بحال هاد القصص راه اخر الزمان هذا. مني توصل بالام ديالك الانانيه حتى لهاد الدرجه ديال تستغلك في رزقك وتحرمك من الزواج اللي كتحلم به اي بنت، راه فعلا حاشا واش تكون هادي المهم انا سناء في عمري 37 سنه، والقصه غادي تبدا مني خديت الباك، وبحال اي بنت كتاخد الباك كتفرح وكتفرح والديها، وانا ما قداتني فرحه بداك الباك حيت اغلب اولاد وبنات العائله ما سهلش عليهم الله فيه. كنعقل داك الصيف داز احسن صيف في حياتي، دفعت لبزاف ديال المدارس ولافاك، ومع كنت جايبه باك مونسيون قدرت ندفع بزاف منهم. المهم داك الصيف داز زوين، كنت كنمشي ندوز لي كونكور ديال المدارس، كنتعرف ببنات جداد وعقليات جديده، والحمد لله سهل عليا الله وتقبلت في واحد المدرسه عليا في دومين كنت كنبغي وقليل اللي كيتقبل فيه. واحسن حاجه هي انها في مدينتي، ما غاديش نحتاج لا الكرا لا السفر لا الوالو، غادي نبقى مع والديا ووسط خوتي. بدا العام ومشيت للمدرسه فرحانه حيت غادي نقرا مع ناس جداد وغادي نلقى الحريه اللي ما كانش عندنا في المدرسه، حيت المدرسه اللي قريت فيها كانوا مزيريننا بزاف، وبداو كيبانوا ليا الناس لابسين مزيان وباينه والديهم لاباس عليهم، واختكم غير على قد الحال. كنت ديما كنحس براسي ناقصه قدام البنات اللي كيقراو معايا، وحتى الدراري قليل اللي كيهضروا معايا، حيت واخا راني زوينه ما مهلياش في راسي حيت والديا غير على قد الحال ماشي لاباس عليهم. كنت كنقرا مزيان حيت كنت كنشوف ديك القرايه هي الامل الوحيد اللي عندي باش ننقذ راسي وننقذ والديا من الفقر. كان الوالد خدام غير عامل نظافه مسكين، خلصتو ما كتقدناش في الشهر، غير الوالده اللي مره كدير الميناج للناس وكتعاون معاه على الزمان. وهذا الشيء علاش كنقرا مزيان، باغا غير نقد راسي ودارنا. داز العام الاول ديال القرايه، داكشي صراحه كان ما ساهلش، ولكن كنا كنقراو غير 3 ايام في السيمانه وكيبقى عندي الوقت خاوي. قلت مع راسي علاش ما نلقاش شي خدمه نعاون بها راسي في وقت الفراغ. حاولت نلقى شي خدمه، الساعه طلبات عليا ماما واحد المراه عندها بوتيك ديال الحوايج، ماما كدير ليها الميناج للمحل. خدمت عندها 3 ايام اللي ما كنقراهاش، كنعاونها ونحضي ليها المحل ونستقبل الكليان. الصراحه عمرني حلمت براسي نخدم خدمه بحال هادي، لكن الغالب الله خاصني نخدم باش نعاون راسي، واخا غير باش ناخذ الحوايج حيت فلوس المنحه ما كتقدنيش. وليت كنخدم وكنقرا، ومع اول خلصه خلصتني مولات المحل ما فكرتش في راسي، مشيت تقديت للدار التقديه ديال الشهر غير باش نحس بهم مرتاحين وفرحانين، حيت دارنا هما كلشي بالنسبه ليا. كنعقل داك النهار كان واحد من احسن النهارات في حياتي، كنقدر نعاون الدار، جايبه ديك التقديه وحاسه بالفخر، وبقيت على داك الحال هكاك، القرايه الخدمه ونعاون دارنا وراسي. والله يخلف على مولات المحل اللي خدامه عندها ديما كتعطيني الحوايج من المحل حيت كانت عارفاني على قد الحال وعارفه احوال دارنا، حيت كيف ما قلت لكم ماما كدير عندها الميناج مره، وبديت كنحس براسي احسن مني وليت كنمشي للمدرسه لابسه مزيان، ووليت كنلقى عروض ارتباط واعجاب من الدراري اللي كانوا حاقريني في الاول. حيت دابا فعلا تبدلت، حتى من الاساتذه معاملتهم معايا تبدلات. ما غاديش نكذب عليكم باللي كانت صعيبه تقراي وتخدمي في نفس الوقت، حيت هاد الدومين اللي فيه انا خاص ضروري نراجع في الدار، والخدمه ما كيبقاش ليا الوقت بزاف، كنولي مضطره ندي معايا كتوبتي للخدمه، ومني ما تكونش مولات المحل كنراجع حيت ما نقدرش نهز كتوبتي قدامها حيت حشومه. السيده جايباني نخدم ومهليه فيا. ومشات الايام وانا على هاد الحال حتى دازت 5 سنين تعذبت فيها ديال بصح. واخيب واصعب حاجه هي تكوني خدامه وكتقراي، باز لاي بنت كتقرا وخدامه راه العذاب ديال بصح، وخصوصا الا كنتي باغا تنجحي. وجا النهار اللي تخرجت فيه، ومن بعد سنوات ديال العذاب الحمد لله خديت الدبلوم ديالي اللي من صغري وانا كنحلم به، وكانت قدام عيني غير حاجه وحده هي نخدم ونعاون والديا ونسافر ونعيش حياتي، حيت كبرت في الحرمان والفقر. وبقوه ما باغا نخدم داك الصيف بقيت كنقلب على خدمه في الدومين اللي قريت فيه غير باش نغير حياتي ونبين لهادوك العائله والجيران راه واخا كبرت في الفقر قادره نتغير، حيت كانوا ديما كيضحكوا عليا مني كنت كنقول لهم بغيت نولي مهندسه، وكلشي كيضحك كيقولوا امها كدير غير الميناج وهي باغا تولي مهندسه. المهم بديت كنقلب على خدمه، وللاسف داكشي اللي كيتسناني ماشي ساهل، حيت كنت كنتخيل عندي ديبلوم بنقطة زوينة دغيا غادي نخدم، ولكن عييت ندفع في مدينتي وتقول شي شركة عيطات ليا، وبقيت مكملة في داك المحل ديال الحوايج كنقابلوا المولاتو، وكنحس براسي ماشي هي هادي بلاصتي، وكنقول واش انا قريت وسهرت وتعذبت باش منين نكمل قرايتي نخدم في محل ديال الحوايج؟ ما يمكنش. وبقيت هكا واحد العام كندفع والو، تفقدت الامل، وهي طيح علينا واحد الفكرة انا وصاحبتي
يمشيو لكازا وطنجة وندفعوا فيهم بحكم انهم مدن كبار ونقدروا نلقاو فيهم شي خدمه. فقنا واحد الصباح وشدينا الطريق لكازا، ومع وصلنا مشينا لدار عمتي كاينه في كازا. الصراحه تهلات فينا، وعمتي مسكينه ظريفه كانت تتخرجنا بالطوموبيل ديالها كدينا لكاع البلايص اللي فيهم الشركات كندفعوا وهي كتسنانا. المهم شي سيمانه وحنا كندفعوا يوميا، تقريبا دفعنا لشي 40 ولا 50 شركه، وكملنا موراها لطنجة حتى هي نفس البلان، دفعنا تاطا برجلينا ورجعنا لمدينتنا على امل يعيطوا لنا شي شركه ونخدموا. رجعت وبقيت تاني ايام على نفس الروتين، الدار المحل الدار المحل، حتى لواحد العشيه كتصوني عليا واحد النمره ديال الفيكس. قلبي بدا كيضرب، قلت يا ربي تكون شي خدمه. جاوبتهم ودوات معايا واحد البنت، قالت لي بغينا ندوزو لك واحد لونطروتيان نهار الاثنين مع العشرة، واش تجي؟ قلت لها نجي. وكان عقل كان داك النهار الجمعه. مشيت السبت للحمام وقاديت راسي وشعري، ونهار الحد هبطت لكازا عند عمتي باش الاثنين نكون عندهم بكري. وداك الشيء اللي كان، مشيت دوزت لونطروتيان والحمد لله من بعد عام ديال البطاله تقبلت في هذه الخدمه، واخا ماشي الصالير اللي كنت كنحلم به، ولكن هانيه. المهم هو نبدا بديت معاهم وكنت كنخدم وكنرجع لدار عمتي. الصراحه تعذبت شويه حيت دار عمتي بعيده على الخدمه، وقررت من بعد اول صالير نكري في شي بلاصه قريبه ليا. كنت فرحانه بزاف الصراحه، وما عارفاش باللي هاد الخدمه والفلوس هما اللي غادي يخرجوا عليا. داز اول شهر وتخلصت، وحققت اول حلم وهو نصيفط لدارنا شي بركه ونعاونهم. والصراحه هادشي اللي صيفط ليهم راه كافيهم للشهر ويشيط منه الخير. وشرطت على ماما ما تبقاش دير الميناج عند الناس، وكنت طايره بالفرحه وانا كنشوف ماما مسكينه غادي تبعد من الدل وتماره وخدمه الديور، وغادي تعيش حياتها بحال علياتها. المهم خرجت من دار عمتي وكريت ابارتمون وحده الخدمه، واخا صغيره. المهم هذه غير البدايه، على ما نولي نتخلص حسن ونكري وحده كبيره. وهنا حياتي الصراحه تبدلات، من بيت مجموعين فيه انا وخوتي الابارتمون كلها ديالي، نلبس اللي بغيت ونخرج كي بغيت. حتى طعم الحريه عاد حسيتها، حيت في دارنا كانوا مزيريني شويه خصوصا بابا. المهم عاد بديت كنحس براسي بحال بنادم، وبديت كنذوق الحياه. وليت كنجي من الخدمه كندوش كنطيب عشاتي ونخرج ندير لاصال. والسبت والحد كنخرج في رحلات ولا كنسافر لدارنا نشوفهم. وبطبيعه الحال دارنا بدات كتبدل، الوالده بدات الفراش ديال الصالون، صبغات الدار، حيت كيشيط لها من الفلوس اللي كنصيفط ليها، حيت هي ماشي مبدره. وليت كنشوف الفرحه والراحه في عينيها. وخوتي الصغار كنشوفهم ولاو كيلبسوا مزيان وياكلوا مزيان. في واحد الويكاند كنت في دارنا حتى كنسمعوا الباب كيتدق. حلينا لقينا واحد الناس من العائله جايين، رحبنا بهم وحطينا واحد الطبله عامره تبارك الله. شويه حتى كنتفاجئوا على انهم جايين يخطبوني لولدهم. الصراحه انا تصدمت، والصدمه الكبيره هي مع قالوها لماما. ماما جاوباتهم بنتي مازال ما كتفكر في الزواج، وهي ما تشاوراتش معايا. صراحه شفت في عينيهم انهم بقى فيهم الحال. ومني خرجوا سولت ماما علاش درتي هكا، قالت لي غير طامعين فيك حيت خدامه، مالهم ما جاوش شحال هذا. الصراحه جاتني هضره ماما منطقيه وثقت بها بحال الهبيله. مشات ليام وكل مره كيجيو فيا الخطاب، وماما كترفض اللي شفتو واللي ما شفتوش، وكانت ديما كتقول لي حاجه وحده هي طامعين فيك. والمشكل كيجيو حتى ناس خدامين حسن مني وكترفضهم، وانا ما نقدرش نناقش معاها الموضوع حيت اصلا ما كنتش مسوقه الزواج بحال دابا، حيت كنت صغيره والفلوس خلاتني نخرج ونسافر نعمر وقتي وما كنتش عارفه اش كندير. واحد النهار كنت خارجه في واحد الرحله وتلاقيت واحد الدري من الشوفه الاولى عجبني، وباين حتى انا عجبته. هضرنا وتبادلنا ارقام التليفونات، وكان هو استاذ، وبقينا كنهضروا ايام. والصراحه ولفته، ومع الوقت تعلقت به، ويمكن كاع وليت كنبغيه. واقترح عليا انه يجي يخطبني، والصراحه ما قداتني فرحه. ومع قلتها لماما كيصحابني غدا تفرح الساعه العكس، غير قلتها ليها وهي تعصب وقالت لي تفارقي معاه وبعدي منه، هذا باغي غير يستغلك. الصراحه بقى فيا الحال وما عرفتش نقول ليه. بقيت كل مره كنتهرب بمازال الحال، خصنا نتعارفوا بلاتي تسالي شي ظروف. وبقينا واحد 6 شهور والسيد عيا ما يتسنى، ولا كيطلب مني نعس معايا حيت ما بقاش قادر يصبر. وانا رافضه هاد الفكره حتى نتزوج، حيت ما بغيتش شي ولد يقيسني، حيت عارفه الا مشى ليا شرفي عمري نحلم نتزوج. السيد بقى صابر حتى عيا، لا زواج تزوجنا ولا نعس معايا. ومع الوقت بدا كيقل اهتمام وما بقاش كيف ما كان في الاول. حتى مشى في مره وسمعت على انه تزوج، وانا عذرته حيت انا اللي ما بغيتش وهذاك حقه.
وبقيت اشهر وانا كنتحسر على داك الولد، بحكم انه اول ولد في حياتي ولفتو، ويمكن وليت كنبغيه وكنقول علاش ما تزوجتوش. وبقيت مده متعلقه به وبزاف باش نسيتو، وفتحت الباب باش نتعرف بدراري جداد، واغلبهم للاسف كيكون هدفهم غير ينعس معاك، غير كتعرفيهم كيبقى يوهموك بالحب والاهتمام باش في الاخير يجي يقول لك باغي نعس معاك، وغير كيوصلوا معايا لديك الكلمه كنبلوكي الزمر. وبقيت هكاك سنوات، غير الخدمه، الدار، لاصال، ومره كنتعارف بشي واحد ومهليه في راسي وفي والديا. لواحد النهار ثاني لقيت راسي معجبه بواحد الولد معايا في الخدمه، والصراحه هو دري ظريف ومعقول وداخل سوق راسو، وهذا الشيء اللي عجبني فيه. وكنهضروا وقت الغداء وفي الخروج، ومره في الواتساب. واحد المره اقترحت عليه نسافروا في واحد الرحله مع واحد وكاله ديال الاصفار كدير رحلات، وتما زاد عجبني اكثر. ولد نقي وكيصلي، وطريقته في الهضره مع الناس قمه في الرقي. ومع الوقت تطورت علاقتنا، واقترح عليا فكره الزواج، وهنا اضطرت بالفرحه حيت ماشي باغي يتفلى عليا، وطلبت الله غير ماما توافق ليا. ومع قلتها ليها تاني نفس الهضره، راه غير طامع فيك. حاولت نفهمها باللي راه خدام بحالو مهندس، قلت ليها راه كنبغيه وهي تقول لي لا تزوجتي انا ساخطه عليك. بقيت غير كنبكي ايام وخايفه داك الولد يضيع من يديا. وداك الشيء اللي كان مع الوقت تفارقنا، وكنشوفو قدامي في الخدمه وكنتحسر. بقيت هكاك سنوات حتى لقيت راسي في 30 عام ومازال غير بوحدي، واي واحد جا طلبني ماما كترفض. وعام على عام الخطاب كينقصوا، حتى وصلت ل 37 سنه ومازال محرومه من الزواج ومن الوليدات اللي لقاهم في جنبي مني نكبر. ودابا ماما كطلب مني نهز كريدي ونشري ليها دار كبيره، وكتقول لي غير شريها باش لا جاو الناس يخطبوا فيك يلقاو فين يجلسوا، وانا ما باغاش ندخل الكريدي باش ناخذ ليها الدار. وفي نفس الوقت خايفه تغضب عليا وما عارفاش اش ندير، واش نتزوج بلا خبارها، واش نمشي للحرام. راح تعيد صابره، انا في الاول وفي الاخر كنبقى غير بشر، وحتى بابا ما عنده السلطه عليها، هي مولات الكلمه. وما عرفتش واش ما باغاش تزوجني خايفه ما نبقاش نعطيها الفلوس وترجع الحياه الميناج، وانا ماشي في نيتي هادشي. انا باغا نتهلا في والديا تيموتوا. عافاكم اللي سمع قصتي يخلي لي شي نصيحه في تعليق، راه غادي نقرا تعاليقكم.